اهلا بيك. الوصفة دي للستات اللي بتحب تعمل الوصفات الاقتصادية، كمان للستات اللي بتبقى نفسها تعمل حاجة حلوة بس بتخاف لا تبوظ منها. هنعمل وصفة موفرة وكمان مضمون نجاح حتى لو اول مرة تدخل المطبخ. وصفتنا النهاردة مش كيك، كمان هي مش بسكوت، هي حاجة كده بتجمع بين الكيك والبسكوت في وقت واحد. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو لايك علشان القناة تكبر، وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هحط لك كل المقادير اللازمة لعمل الوصفة بتاعتنا تحت الفيديو في صندوق الوصف. الوصفة بتاعتنا هتحتاج للخلاط بتاعنا كده، هتجيبيه هتحطي فيه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كوباية من السكر. الكوباية دي مش كتير ولا حاجة، هي بتخلي الحلو بتاعنا بتاع النهاردة سكره معقول جدا. نص كوباية من الزيت، عايزة كيس من البيكنج باودر، نص معلقة من الفانيليا، ربع معلقة من الملح، وثلاث كوبايات من الدقيق. انا جبت الدقيق ونخلته. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق عادي جدا اللي هو جميع الاغراض. هتحطي بقى في الخلاط بتاعنا البيضتين، هحط عليهم كوباية السكر، كمان هضيف الفانيليا. هضرب المكونات دي بتاعتنا كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب تماما واحس ان هما امتزجوا تماما مع بعض. هياخدوا كده في الخلاط حوالي 3 دقايق. في الوقت ده هضيف بقى نص كوباية من الزيت، وهكمل ضرب تاني في الخلاط دقيقتين 3 تانيين. كده الخليط بتاعنا السائل بقى جاهز. بعد كده هحط المكونات الجافة. الدقيق حطيت عليه كيس البيكنج باودر، وحطيت عليه ذرة الملح، قلبيهم كده مع بعض. وضيفي لي بقى المكونات الجافة دي على الخليط السائل اللي احنا عملناه بسباتيولا كده ابو معلقة، هتقلبيهم كويس مع بعض. انا هقلبهم بالسباتيولا في الاول، بعد كده هحاول اعملهم بايدي. شايفة بالشكل ده؟ في البداية كده هتلاقي العجينة ملزقة معاكي، بس بعد كده هتلاقيها يعني تماسكت شوية. دي العجينة بتاعتنا بعد ما خلصت. انا مش عايزة لت وعجني فيها كتير، انا يدوب كده بدخل المكونات في بعض. هقسم العجينة بتاعت النصين. النص الاول هسيبه زي ما هو كده لونه ابيض، اما النص التاني ده بقى فانا هضيف له معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى زي ما انتوا شايفين كده. هحاول ادخل الكاكاو كده، وطبعا علشان انا ضفت للعجينة بتاعتي حاجة جافة هحط عليها معلقة من الزيت علشان ما تنشفش مني وتبقى بنفس قوام العجينة التانية. هحاول ادخل كده الزيت والكاكاو في العجينة من غير ما اعجنها كتير يا جماعة. كده انا جهزت العجينة بتاعتي البني، وعندي العجينة التانية البيضة. الخطوة اللي بعد كده هقسم كل واحدة منهم ل4 زي ما انت شايفة كده. كده انا اتكون عندي 8 اجزاء، 4 من العجينة البيضة و4 من العجينة اللي بالكاكاو. الخطوة اللي بعد كده هاخد كل واحدة منهم ابرمها كده زي ما انت شايفة بنفس الطريقة دي. هاخد بالتبادل بقى واحدة بني بعدها واحدة بيضة واحطها جنبها. لحد ما يتكون عندي ال8. شايفين حطهم كده بالتبادل. بعد كده بسيب ال4 اللي في النص واخد الاتنين اللي على الطرف ارفعهم لفوق
والاتنين اللي على الطرف التاني برضو برفعهم لفوق بحيث ان هم يكونوا بالتبادل كده مع بعض. بعد كده همسكهم كده بايدي واحاول الفهم كده رول، شايفة بالشكل ده. هلف كده لحد ما تطول معايا. بعد كده هتنيها الاتنين، يعني هتنيها كده على بعض بالشكل ده. برضو همسكها كده تاني بايدي مع بعض والفهم تاني رول. بعد كده هبرم العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده، ابرمها كويس جدا، شايفة بالشكل ده. هبرمها كده واقصرها واضغطها على بعضها، انا مش عايزاها تبقى طويلة، والفها كده علشان تبقى اسطوانة. هضغطها تاني كده والمها على بعض. انا عايزة طولها حوالي يبقى 30 سنتي بس كده. كده الرول بتاعنا بقى جاهز. هجيب بقى ورقة زبدة، هدهنها كده بمعلقة من الزبدة او معلقة من السمنة، هحط عليها الرول بتاعنا والفه كده. هخبزها في فرن 170 درجة، هسيبها 45 دقيقة. هتحطيها في الصينية وتدخليها الفرن كده. بعد ما طلعت من الفرن اخدت بالظبط 45 دقيقة، وده كان شكلها. شايفين شكلها تحفة. مش هنقدر نعمل فيه حاجة بقى وهو سخن، هتسيبيه كده يبرد تماما. ممكن تسيبيه كده ساعة في المطبخ. في الوقت ده هتجهزي 150 جرام من شوكولاتة المطبخ او شوكولاتة المطبخ بالحليب. هتحطي عليهم معلقتين من الزيت. هتسيحيها كده في الميكروويف او في حمام مية على البوتاجاز. ممكن تستخدمي الشوكولاتة كده سادة، او تحطي عليها نص كوباية من المكسرات. ممكن نص كوباية من البندق او نص كوباية من الفول السوداني. حطيت الرول على شبكة وحطيت تحتيه ورقة الزبدة اللي كان ملفوف فيها، وبدأت كده احط الخليط بتاعي عليها من فوق. شايفة هغلفه كده تماما. كل الحاجات اللي بتقع دي انا حطها على ورق زبدة، تقدري تلميها تاني وتستخدميها بسهولة. ده كان شكل الرول بتاعنا. هدخله التلاجة وهسيبه ساعة في التلاجة لحد ما يتماسك تماما. وده كان شكله بعد ما طلع من التلاجة. سبته في التلاجة كده حوالي ساعة. بعد كده هتقدري تقطعيه بقى بكل سهولة، بس حاولي تقطعي كده بالراحة. شايفة تقطعي الوحدات بقى بالسمك اللي تحبيه. مش هيصدقوا ان انت عاملاها في البيت. الوصفة ناجحة جدا، شكلها حلو قوي وطعمها حلو جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.